هذه المدينة المنكوبة بكل تفاصيلها، منكوبة بمؤسساتها الرسمية من محافظة إلى أمن دولي 13 شهيد أمن دولي، إلى الدوائر كافة في مدينة النبطية الرسمية، إلى مركز الدفاع المدني الذي هدم بالكامل أيضا، وزارة الشؤون الاجتماعية التي هدمت أيضا، إلى الأبنية، إلى الشهداء الذين سقطوا في هذه المدينة أيضا. المدينة دمرت حجرا وبشرا. البلدية مدينة النبطية ما قبل في أثناء حرب 2024 كانت منكوبة، وكما تعلم جنابك الكريم بال2026 ازدادت النكبة بها. بال2024 13 شهيد من بلدية مدينة النبطية، 3 من أعضائها المجلس البلدي و10 موظفين. الآن في هذه الحرب 5 شهداء من الموظفين في بلدية مدينة النبطية. نقولها بكل صراحة وبكل وضوح معالي حضرة جناب السفراء الكرام وحضرة مع مدير عام مصلحة الكهرباء والإخوة الأعزاء. الإمكانات المادية والمالية للبلديات وليس فقط لبلدية مدينة النبطية أصبحت الآن معدومة وتحت خط الصفر. يعني بكل وضوح وبكل صراحة بنقولها أيضا، رواتب شهر 7 لا نستطيع تأمينها حتى هذه اللحظة، لا نستطيع تأمينه. حالنا حال بقية البلديات. الدوائر الرسمية في مدينة النبطية التابعة للوزارات لحتى هذه اللحظة لم يتم صرف اعتمادات لترميم الأبنية لكي يستطيعوا الحضور وتأمين معاملات المواطنين. مركز أمن الدولي في مدينة النبطية منذ أسبوعين أو 3 أسابيع ونحن نفتش لهم على مكان لكي يقعدوا يستريحوا لحتى يقوموا بمهامهم بواجباتهم. للأسف في واقع مأساوي مريض وخطير جدا. الأمور لا تستقيم بهذا التعاطي وبهذه الآليات وبهذه الإجراءات. يعني البيروقراطية الإدارية في الدولة اللبنانية يجب أن تتغير في حالات الطوارئ. نحن الآن لازلنا في حالة طوارئ. وبالأمس القريب آلية لمجلس الجنوب اللبناني قرب الأمن العام بعيد 300 متر عن المركز اللي نحن قاعدين، تعرضت لغارة من مسيرة والله سبحانه وتعالى سمح بها بالشخص اللي كان موجود فيها وعيلته وراه بالسيارة. يوميا نسمع الانفجارات المتتالية من فرتبنيت والنبطية الفوقة وميبدون، حتى نسمع من مدينة ميس قديش بعيدة عننا نسمع صوت الانفجارات في هذه المدينة. المواطن الآن يشعر بعدم الأمان وبعدم الاستقرار. نحن بحاجة ماسة دائما إلى الدولة اللبنانية بإداراتها أن تكون في مقدمة المواطنين، وهذا الأمر طرحناه سابقا مع معاليكم. بدأ قرار جريء من دولتنا العتيدة إنه تفضل يعطي أوامر للموظفين خليهم بالدوائر يبلشوا شغل. المواطن مش مستعد ينزل على صيدا وعلى بيروت ليعمل إجراء أو معاملة، ما يكفيه الذي فيه. هذا أولا. ثانيا على مستوى الاحتياجات، أنا سلمت حضرات السفراء الكرام وجنابكم ومعالي سعادة النائب لوائح متعلقة بالاحتياجات الضرورية الأساسية لكل البلديات ومن ضمنها بلدية مدينة النبطية، ولكنني الآن أتحدث بصفة رسمية عن بلديتي عن مدينتي، لكن هذا حال الجميع نفس الشيء. لن أعيد في تكرار هذه المطالب موجودة بين أيديكم. نأمل من جنابك الكريم ومن الدولة الكريمة أن يتم التعاطي بالاحتياجات على قاعدة الإسراع
وأن الجنوب هو جنوب ممكون وبحاجة إلى دعم مباشر. مشان نقول صغيرة بدي أحكيها مع مدير عام محطة الكهرباء الأستاذ كمال حايك. أهلا وسهلا. نحن أثناء الحرب كانت مدينة النبطية والجوار تأتي بها الكهرباء من 16 ل 18 ساعة. بعد الحرب وبعد الأعطال التي طرأت على خطوط الكهرباء وخط التوتر العالي 66 أو 220 اجت الكهرباء يومين بما يقارب 8 ساعات 10 ساعات. نتفاجأ منذ 5 أيام تقريبا بمذكرة من جنابكم الكريم لكل لبنان وليس للجنوب فقط بتخفيض ساعات الإنتاج للكهرباء إلى مدة 4 ساعات، والأربع ساعات عم تجي فيهم ساعة ساعة ونص ساعتين أكثر. ما هكذا يكافئ الجنوب، ليس بهذه الطريقة، وخصوصا أنك فرط بنيت والنبطية الفوق والسوطرين الشرقية والغربية وأرنون ويحمر ما فيهم كهرباء ما فيهم ناس وما يفيدون وشكين. طيب أنا إذا بدي أقول له المواطن اتفضل وبتاع وعم بعمل له كمان تقنين بالكهرباء اللي هي عنصر حيوي لكل المواطنين على مستوى البلدية، احنا سعينا نحن مصلحة مياه لبنان الجنوبي أمنا المي بنسبة كبيرة، مش عم أقول 100%. على مستوى المولدات الكهربائية الخاصة ببلدية مدينة النبطية رسميا أيضا مشينا الحال. على مستوى النفايات التي هي ما يقارب